كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. دي تاني حلقة من سلسلة رمضانيات، السلسلة اللي بتكلم فيها معاكم عن حاجات ليها علاقة برمضان أو غير رمضان. هتكلم معاكم النهاردة عن موضوع أصبح منتشر جدا في الوقت الحاضر اللي احنا فيه. من دون يعني اللي احنا ندخل في تفاصيل كتيرة، يعني هنبدأ في الموضوع على طول. قبل ما تسمع البودكاست ده أو بعد ما تسمعه تبدأ إنك تقلب في الموبايل، هتلاقي في ناس تطلع لك كده تقولك: انت ازاي مش متعلم انجليزي؟ انت ازاي مش اخد الكورس الفلاني في الانجليزي؟ انت ازاي مش بتلعب رياضة؟ يلا عشان تصحى الساعة 5 الصبح وتبدأ انك تلعب رياضة. يلا ازاي مش مسافر؟ يلا ويلا. بيحسسوك انك شخص كده ما بتعملش اي حاجة في حياتك. هل هي الناس اللي عمالة تقولك يلا عشان تكسب بالدولار؟ تعالى معلمك ازاي تكسب اول دولار ليك والكلام ده، هل هي الناس دي فعلا عايزة مصلحتك وعايزة انك تكون شخص ناجح وتكون شخص عندك اهداف والكلام ده؟ طبعا الكلام ده خاطئ، لان كتير جدا من الناس دي اهم حاجة عندها ان انت تسمع الكلام وتشترك معاهم، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هما اللي يرجع لهم الفايدة. انا عندي نقطة مهمة جدا، ان انا ما بحبش اشوف حد مفيش عنده هدف في الحياة. ما بحبش اسأل حد هدفك ايه ولا مش عارف او ما عنديش. ما بحبش كده خالص ابدا. اللي هو ليه حتى انت لو مفيش عندك طموح لازم يكون لو مجرد هدف صغير عندك، انك مثلا عايز تشتغل على نفسك اكتر ويكون معاك فلوس تعرف انك تصرف على نفسك، او انك مثلا تجيب تقدير معين في الكلية. أو مثلا لو هي ربة منزل ما بتشتغلش ولا بتدرس ولا أي حاجة، هدفها مثلا إن هي تعمل بيت وأسرة صالحة، ده لوحده هدف. إنما لما أسأل حد هدفك إيه يقولي مش عارف، بتضايق. يعني بشعر كده اللي هو ليه طيب تعالى ما ندور كده مع بعض على الهدف بتاعك وهنلاقي عندك هدف. مفيش حد اتولد من غير هدف أو من غير طموح، حتى لو هو مش عارف ايه الهدف لأن هو مدورش عليه. ولكن لو دور جواه هيلاقي نفسه فعلا بيسعى علشان حاجة. يعني مثلا الأب لما بيصحى الصبح وينزل إن هو يشتغل ويتبهدل ومش عارف ايه والكلام ده، يقولك أنا خلاص أنا معادش ليا حاجة غير ولادي. طب ما ده هدف. هدفه إن هو لسه عايش دلوقتي أو إن هو بيشتغل كل ده علشان ده يطلع لولاده بعد كده. فأنا عايزة أوضح إن لازم يكون في عندنا هدف إحنا عايشين ليه، بس في نفس الوقت مش لازم الهدف بتاعي إن أنا يكون عندي عربية، إن أنا يكون عندي فيلا، إن أنا أكون ساكنة في المكان الفلاني، إن أنا أكون شخص رائع يعني خارق للطبيعة بسافر كل يومين والكلام الفظيع اللي هشوفه على السوشيال ميديا ده. هل هو طبيعي أصلا إن الناس كلها تبقى معاها عربيات؟ هل هو طبيعي إن الناس كلها بتعرف تتكلم إنجليش حلو جدا؟ طبعا ده مش طبيعي. مش طبيعي ان انا لما افتح السوشيال ميديا الاقي البلوجر الفلانية عمالة تعمل فرح كبير قد كده ولبست 3 فساتين في الفرح وعزمت مش عارف كام شخص. هقول اشمعنى لأ؟ مينفعش نقول اشمعنى على حاجة هي مش عادية بالنسبة لنا. كل واحد موجود على السوشيال ميديا بيعمل حاجة لغرض معين، لغرض إن هو يعمل مشاهدات، إن هو بيتعاقد مع ناس معينين علشان يعمل معاهم شغل والكلام ده. إنما إحنا كناس طبيعية، ناس بنصحى الصبح بنروح نشتغل ونرجع بنتغدى وننام. ده مش حياتنا اللي إحنا المفروض نبقى زيهم. مش غلط أبدا أو مش عيب إن إحنا بنصحى الصبح، حياة طبيعية جدا. نروح الشغل بتاعنا طبيعي جدا، نرجع نتغدى نتعشى بالليل وننام. بس دي الحياة بتاعتنا. موضوع بقى ان انا هصحى الساعة 5 الصبح واعمل رياضة واروح الجيم واكل اكل صحي والدنيا هتلعب معايا واشتغل بالدولار والكلام ده، كل ده كلام مش كل الناس تقدر ان هي تطبقه، مش كل الناس هيكون مناسب معاها. فلازم نخلي عندنا كده حتة ان هو انا عايز ايه بالظبط. هو انا عشان كل الناس بتعمل كده هعمل زيها؟ هو عشان كل الناس بتشتغل بالدولار هشتغل معاهم؟ هو عشان كل الناس بتنزل الجيم هنزل الجيم انا كمان؟ لا.
لازم كل واحد يحدد هو فعلا بيعمل الحاجة دي ليه. هل هو بيعملها إن هو عايز يبقى كده فعلا، ولا هو شايف إن الناس كلها بتعمل كده فيلا أنا هعمل زيهم. طبعا الكلام ده يعني غلط جدا. وكمان في حتة إن هو البنات دلوقتي بقت بتبص مش عارف مين الفلانية البلوجر عملت فرح ولبست ايه، فأنا لازم أعمل زيها، أنا مش هقل منها. إيه مش عارف مين جاب فوتوغرافر الفلاني، فأنا لازم أجيب فوتوغرافر يكون كويس زيه. احنا ليه بنعمل كده؟ ليه بنبص لحاجات هي أصلا حاجات مش حقيقية؟ يعني هما بيعملوا الحاجات دي ممكن ما يكونوش مبسوطين أصلا. هما هتلاقيهم عايزين يعملوا حاجة كده على الضيق، يدوب معاهم مع أصدقائهم المقربين، إيه مع عيلتهم الصغيرة، ولكن هما مضطرين يعملوا كده علشان يبينوا للناس إن دي الحياة الكبيرة، إن دي الحياة الحلوة، إن ده الحياة الرائعة اللي انتوا مش عايشين فيها. ولكن في الحقيقة هما بيعملوا كل الحاجات دي لأن ده الشغل بتاعهم. هما لو مصوروش القاعة بتاعتهم، لو مصوروش الفساتين، لو مصوروش الفوتوغرافر، كل الكلام ده إعلانات. كل ده بيتعرض للناس على هيئة إعلانات، إن هو الناس دي كويسة، إحنا جبنا الفستان من عند الشخص الفلاني. ف دي الفكرة بتاعتهم. يعني أنا دلوقتي كشخص عادي لما أروح مثلا أعمل 3 فساتين في الفرح بتاعي، استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجة، ما بعملتش اعلان، ما كسبتش فلوس، ما تعمليش خصم. كل ده طلع على الفاضي. كسبت حاجة؟ ما كسبتش حاجة. المهم من كل الكلام ده ان انا عايزة اوضح نقطة ان هو احنا لازم نعيش حياة هادية شوية. في ناس كتيرة من كتر ما هي بقت شايفة الناس اللي حواليها كلها بتعمل نجاحات وكلها بتشارك النجاح بتاعها، ان هي قليلة، وإن هي حاسة بالضغط إنها مش قادرة توصل للنجاح اللي الشخص التاني ده بيعمله. طب احنا ليه نوصل نفسنا للمرحلة دي؟ ليه نوصل نفسنا إن احنا حاسين بالضغط إن احنا مش عارفين نحقق الحاجات دي؟ لازم نقعد مع نفسنا ونفكر، نتخذ القرار. هل أنا فعلا بعمل الحاجات دي علشان أنا راضية عنها، ولا بعملها لمجرد إن الناس كلها بتعملها؟ هبدأ أفكر مع نفسي، هل أنا فعلا عايزة أصحى الساعة 5 الصبح وأروح الجيم وآكل أكل صحي، ولا أنا عايزة أعيش حياتي طبيعي عادي من غير أي ضغوطات، أصحى براحتي وآكل اللي أنا عايزاه والكلام ده كله؟ في كتير وأنا واحدة منهم. يعني أنا مش أكيد مش بسلم من الفيديوهات اللي أنا بشوفها والكلام ده. لما بلاقي حد بدأ إن هو يشارك أنا كسبت فلوس كذا وتعالى أما أعلمك كسبتها إزاي، تعالى أما أقولك الكورس الفلاني، الكورس ده هينفعك، يلا علشان تنمية ذاتية، تنمية بشرية والكلام ده. كل ده بيأثر فيا برضو، وبيخليني حاسة إن أنا عليا ضغط، إن أنا إزاي مش بعمل اللي هما بيعملوه ده، إن أنا إزاي مش بوصل للحاجة اللي هما بيوصلوا ليها دي. ولكن في الحقيقة إن أنا لما قعدت فكرت وبصيت كده حواليا، اللي هو أنا بعمل ده ليه؟ أنا حاسة بالضغط ليه؟ أنا مفروض أنا بعمل حاجة أنا بحبها، يعني مفروض ما أحسش بالضغط اللي أنا بحسه ده. مفروض لما أتفرج على أي فيديو ده ما تأثرش بيه، لأن الحاجة دي مفروض متدخلش دماغي إن أنا مش عايزة أعملها. ولكن ده بيحصل العكس، إن احنا بنبدأ نتأثر ونحس إن احنا مضغوطين، بالتالي بنحس بالاكتئاب، فبعد كده منعملش حاجة خالص.